ازاي نحول كوباية من الزيت لقالب من الزبدة النيوزيلندي الصفراء الأصلية التحفة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. طعم وريحة ولون وقوام تحفة جدا بصراحة. أنا انبهرت من النتيجة، والله روعة جدا. انتوا مستحيل هتشتروا تاني زبدة من بره يعني. اللهم صل على وداعا النبي. لغلاء الأسعار، وداعا لغلاء الدولار. الله أكبر. زبدة زبدة رهيبة. الزبدة اللي هتستخدميها هي اللي هتطلع لك، عشان كده بنقول نيوزيلندي أو فرن. وطبعا انت براحتك، يعني اللي انت هتستخدميها هي اللي هتطلع لك في الطعم. تمام. يعني طلع الكلام بحق وحقيقي مش تمثيل. تحفة. اللهم صل على النبي. تحفة. بصوا، يعني شياكة كده، والريحة بقى. يلا بقى هيصي بقى وهيصي ولادك وبيتك بالزبدة الدمار دي. زبدة زبدة. وداعا للغلاء، وداعا وداعا لغلاء الدولار. تحفة. ناخد بقى قطعة كده في طاسة ويلا بينا بقى نعملها. يا سلام، شايفين؟ تحفة تحفة تحفة. سيحتها اهو، شايفين الشكل؟ روعة. ونعمل بقى فيها بقى أحلى بيض وأحلى وصفات. الله على الريحة. زبدة زبدة. أنا بصراحة مش مصدقة بجد النتيجة، بهرتني. كل اللي عندي في البيت انبهروا. احنا كان بيضحك علينا يا بنات على فكرة. بس بقى ندوق بقى وناكل يلا. زبدة بقى خلاص عندنا بالهبل. ايه ده؟ ايه السلام الجمال ده؟ عليكم. اهلا بيكم. يلا بينا على المكونات التحفة السهلة جدا من البيت. بصوا بقى، معايا كوباية من الزيت، ومعايا كوباية من الزبدة، كوباية بس واحدة من الزبدة يا بنات. هنستخدمها أول مرة كخميرة، يعني هي دي. بعد كده إن شاء الله هناخد من كل حاجة من القالب بقى اللي هنطلعه كوباية من الزبدة. يعني هيبقى زي كده ما احنا بنعمل الزبادي في رمضان. ومعايا رشة من الملح وليمونة وكوباية من اللبن. اللبن لبن حليب طازة من عند اللبان، وما نغلهوش. ودي خطوة مهمة جدا. بصوا، انا ما غليتهوش اهو. هاخد منه كوباية، وطبعا المكيال يبقى في كله زي بعضه. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة. انزلي تحت الفيديو سبسكرايب اشتراك، وفعلي الجرس، اضغطي على الجرس واختاري الكل علشان تتابعيني وتجيلك اشعار فيديوهاتي على طول. بصوا بقى، هنجيب معانا الخلاط وهنحط مكوناتنا بكل سهولة. حطيت كوباية من اللبن وهضربها لوحدها من غير اي اضافة. بصوا، اضربه كده ضربتين تلاتة عشان يعمل فوم، ويبقى ليه رغاوي كده، ويطلع الخير بتاعه. بصوا، ادي ده شكله. دلوقتي بقى هنزل على اللبن بكوباية من الزبدة. الزبدة بتاعتنا اختاري زبدة حلوة، في أنواع منها سمنة وزبدة. غالبا أنا جربتها بصراحة من غير داعي ذكر أسامي، بتبقى مش حلوة قوي. الفرن طيب ما فيه منها سمنة وزبدة، لكن الفرن حلوة وكل الناس عارفاها ورخيصة. النيوزيلندي طبعا أقواها وأقوى منها. بصوا بقى، ضربت الزبدة مع اللبن ضربتين تلاتة. بصوا القوام ما شاء الله بقى تحفة، بقت عبارة عن كلها زبدة. تحول اللبن علشان احنا مش غاليينه، تحول بجد. بصوا بقى، خلوا بالكم من الخطوات زي ما انا بعملها بالظبط. حطيت رشة من الملح، يعني زي مثلا ربع معلقة صغيرة من الملح. مش هنحط ملح كتير علشان احنا الزبدة ديت ممكن نستخدمها الحلويات لأي حاجة. بصوا بقى معايا بالشكل ده. دلوقتي بقى هفتح الخلاط الفتحة اللي هي فيه ديت، عشان هي هتساعدني جدا في الضرب وتخلي الهواء كده يدخل، و يعني القوام بتاع الزبدة يبقى حلو جدا في الضرب. دلوقتي بقى هنزل من الفتحة اللي انا شلتها ديت بتاعة غطا الخلاط. كلنا عندنا طبعا كده في شفشق الخلاط بالزيت، يكون سرسوب سرسوب، شوية صغيرين يعني زي السرسوب بالظبط.
حطيته في لو عندك اي حاجه كده ليها بق رفيع نزلي الزيت بيه. وبصوا ده اللي هنضرب الناحيه دي اللي هي فيها صفر، بالنسبه لي انا مكتوب فيها صفر، اللي هي بتعمل ذبذبات. يعني بعمل عليها او بودي المقشر ناحيتها، وابقى ايد بتودي المقشر وايد بتنزل الزيت من فوق. تمام. اهم حاجه الضرب اللي هو بالطريقه دي، زي كاننا بنخض اللبن يا جماعه، زي ما انتوا كنتوا بتسمعوا فكره خض اللبن لزبده والكلام ده. دلوقتي بقى بنزل اي حاجه في الحوائط بالمعلقه بعد ضربتين ثلاثه، وعصرت الليمونه. خلوا بالكم من الخطوات كويس. ليمونه عاديه خالص حجمها وسط، لان هي دي الماده الحفظ بتاعتنا هي والملح. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده بدي ضرب متقطع، لازم الضرب المتقطع، وانزل سرسوب سرسوب واريح، يعني اريح الزيت على الجنب واضرب ضرب متقطع واريح، وهكذا. حاجة بسيطة، الموضوع ما بياخدش دقيقتين تلاتة. دلوقتي بعد ما خلصت كمية الزيت قفلت الغطا بتاعي عادي عشان ما يطرطش فوق، يعني في السيراميك او في ضرفة المطبخ. بصوا بقى لما اتضرب ما شاء الله الريحة تحفة، بقت كلها عبارة عن زبدة فرن. انا اللي مستخدمها هنا دي زبدة فرن، هي اللي كانت متاحة عندي بصراحة. بصوا بقى قوامها ودقتها روعة، يعني مش عارفة اوصف لكم، ومش قادرة اوصف لكم بجد الريحة والطعم والقوام. بقى زبدة زبدة، بس طبعا لسه سايلة معانا عشان احنا لسه ما جمدناهاش. اديتها ضربتين كمان بس كده خلاص، شكرا. كده احنا خلصنا الزبدة النيوزيلندي. بصوا بقى تخيلوا بكوباية لبن وكوباية زيت حولناهم بكوباية واحدة زبدة بس أول مرة. أنا ليه ما جبتش يعني أو ما ذكرتش إن إحنا بنحط زبدة؟ لأن بعد كده القالب ده هو اللي هتاخدي منه كوباية الزبدة كل مرة. تخيلوا بقى زي فكرة الزبادي بالظبط. كيس بقى من كيس الساندوتشات نفتحه، أنا فتحته من الجنب بس، سبت اللي هو من فوق، اللي هو من تحت قصدي، الناحية المقفولة، عشان يبقى مقفول قال يعني من 3 جهات، وجهة بس هي اللي ايه مفتوحة، بس برضو يعني جاية في القالب ده. ده قالب بقى انجليش كيك او علبة او اي حاجة، حطيتها كده بس يعني علشان ما فتحتش الكيس من الناحيتين، فكان مكرمش حبتين، طلع القالب مكرمش حبتين بس تحفة. تحطيها بقى في التلاجة ساعتين 3، انا بيتها لتاني يوم صراحة. بصوا بقى وادي شكلها التحفة دوت. طبعا انا طلعتها علشان اقدر ان انا اقطع منها، سبتها انها تفك شوية فكانت مدية شوية سايحة. لكن لو حطيتيها في الفريزر، انا حطيتها في الفريزر وحسيتها انها جمدت بسرعة فحطيتها في التلاجة. تحفة جدا. عايزة اقول لكم والله ولادي ما صدقوش ان ديت زبدة انا عاملاها، مش من الطريقة اللي هي العادية بتاعت الزبدة، ان انا عاملاها بكوباية من الزيت. هيصي بقى نفسك فطير بقى مش هلتت وهيصي، هيصي بقى الكيس بالزبدة. كرمش معايا، يعني الشكل اللي انت بتشوفوه بسبب الكيس، مش مشكلة، أهم حاجة الطعم. فظيعة ما شاء الله، الطريقة بجد ندمت إني معرفتهاش من زمان. تحفة تحفة. حتى القالب بتاعنا نضيف خالص. ان شاء الله الوصفة تعملوها وتعجبكم قوي. بجد انا ندمت ان انا ما عملتهاش من زمان. ما تنسوش لايك للفيديو، ومع الف سلامة.